الشاعر العربي الإماراتي عبد العزيز إسماعيل، حاصل على ليسنس من جامعة القاهرة سنة 63. بعد التخرج التحق بسلك التدريس في دبي، من أوائل من التحق بوزارة الخارجية، عمل قنصلا لدولة الإمارات في إيران ثم إلى جنيف، وكذلك عضوا في سفارة الدولة في الأمم المتحدة. يعمل الآن مديرا لمكتب مدير دائرة الإعلام بدبي، له مساهمات فاعلة وحضور ثقافي مؤثر في الساحة الفكرية والأدبية في دولة الإمارات. شكرا لصاحب السمو حاكم الشارقة راعي حفلنا على تكريم الشخصيات. والآن ندعو الشاعر الإماراتي عبد العزيز إسماعيل لإلقاء كلمته وأيضا قصيدته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاء اجتماع كهذا في بلد يتنادى فيه الناس للاحتفاء بشاعر أو كاتب أو فنان أو موسيقي أو رسام، في بلد كهذا أقول لا بد وأن يشعر الإنسان فيه بالفخر والاعتزاز والزهو وبكثير من الاطمئنان بأنه يعيش في بلد يسير على درب الحضارة. أنا شخصياً ممتلئ بهذا الشعور وأنا أقف بينكم. الحمد لله إذن، فرغم العوامل السلبية التي تعصف بوجدان هذا الجيل وتحوله إلى كتلة من الإحباط والتوتر واليأس، أقول الحمد لله توجد في بلادنا زوايا مضيئة تحتفل بالإنسان، تكرم إنتاجه وتثمن عطاءه. ماذا أقول لكم عن هذا الاجتماع سوى أنه اجتماع يحبه الله، لأنه ببساطة يضعنا على درب تنفيذ الأمر الإلهي الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإلى كل من ساهم في هذا الاجتماع وهذا الجهد، إلى كل من أعطاه وقته وفكره، لهم جميعاً تقديرنا وشكرنا وامتناننا وزهونا بهم. أما أنت يا صاحب السمو فإن لي إليك كلمة. أروع ما فيك أيها الرجل أن الله منحك السيادة على الكلمة قبل أن تؤتى السيادة على الناس، فأنت إذن بحق صاحب السيادتين أمام رجل
بهذه المواصفات أجد من الصعب الحديث عنه، سواء تحدثت أنا أو تحدث الناس، مهما أطنبنا في الحديث ومهما أطلنا فإن هذا الحديث يبقى قاصراً دون الوصول إلى قامتك. كلمة واحدة أقولها لك يا صاحب السيادتين، أقول كلمة ولا أقول كلاماً حتى لا أناقض نفسي وأفضح عجزي أمامك. إن هذه الكلمة هي شكراً نغترفها إن هذه الكلمة هي شكراً أغترفها من أعماقي، بل نغترفها من أعماقنا لنصبها في قلبك الأبوي الحنون، لنصبها في قلبك الأبوي الحنون. نعرف مقدماً أن هذه الكلمة ربما لا تعني لديك شيئاً كثيراً، ولكنها بالنسبة لنا، بالنسبة لي، تعني الكثير الكثير، لأن عزائي أنها كل ما أملك. حفظك الله يا صاحب السيادتين، وأبقاك ذخراً لهذا البلد، والسلام عليكم. اخترت قصيدة سميتها العود أحمد، وهي كانت جواباً لرسالة استلمتها من قارئة عزيزة بعد فترة صمت طويل عن الكتابة، تقول لي فيها: إلى الشاعر المنتهية صلاحيته. فكانت هذه القصيدة كنوع من الدفاع عن النفس. العود أحمد. لعينيك هذا العود والعود أحمد، وتجتاحني عيناك أيان أقصد، وتحملني عيناك عبر مجنح من السحر يحلو في مداه التعبد، فأحسبني من نشوتي وانتعاشتي أعانق أفقاً حل فيه التوحد. حكايا الهوى باحت لعينيك سرها، فبت على أهدابها أتمدد. تراني عرفت البوح يوم عرفتها، وجيباً وخفقاً في الفؤاد ترددوا. وإني وإن رابتك مني سجية فلا تجزعي، إني لها متعمد. ألوذ بصمتي كلما شفني الأسى، وللصمت آماد أجل وأبعد. أعيذ قصيدي أن يكون مطية، فشعري كقلبي جامح متمرد. فليتك إذ آذنتني بالتفاتة تشدين من أزري فلا أتهدد، وتحمينني من هجمة الزيف كاسحا، فمدي يدا
أقوى بها أتعمد، غثاء قوافينا ومسخ قصيدنا، فكيف يغني شاعر كيف ينشد؟ تلومين صمتي، إنه الجبل الذي به أحتمي آوي إليه وأنهد، وأعلم أني سالك في متاهة تناهبني الأمواج ترغو وتزبد، وتقذفني من ساحل إثر ساحل، فهل من ملاذ غير عينيك أنشد؟ وهل من مكان آمن غير خافق بصدرك يحميني فلا أتبدد؟ فأنت ملاذي إذ يجافيني الورى، وحصني بوجه الدهر إذ يتوعد، وأنت التي ألهمتني الشعر طاهراً نقياً كوجه الصبح إذ يتورد، فلا تجزعي إني على العهد دائماً أعود إلى عينيك والعود أحمد.